من منافس عادل إمام؟ الزمن طبعا. الزمن. اه الزمن. أستاذ عادل إمام، أنا قابلتك من 10 سنين. يعني الوسائل فاكر وقلت لك مين منافسك؟ أيوة. وأنا فاكر إنك قلت لي بالحرف الواحد منافس الزمن. صح. هل لا تزال المعنى ده قائم في ذهنك؟ هل الزمن لا زال هو منافسك ولا أصبح مين منافسك دلوقتي؟ الزمن برضه. أهلا بيكم، أنا محمد المصري، ودي حلقة جديدة من قناة سينما أوديسي. في الجزء الأول كنت اتكلمت عن مسيرة ومشروع عادل إمام لحد سنة 93، لأن وقتها حصل حاجة شقلبت المشروع زي ما شقلبت كل شيء في البلد دي. الحاجة دي كانت اغتيال الدكتور فرج فودة. لحظتها اشتغل عادل إمام مع المؤلف لنين الرملي على فيلم الإرهابي، محاولة منهم لفهم إيه اللي بيحصل ومتى ترعرع في ودينا كل العنف ده. بس مع عرض الفيلم سنة 94 كانت الأمور بتسوء مش بتتحسن، التطرف بيزيد والعنف بقى مالي الشارع. مكان المثقف والفنان مفروض يبقى فين وسط كل ده؟ ده السؤال اللي كان بيغير مشروع وحيد حامد هو كمان. المشروع الغاضب ده، من الغول لحد المنسي، عن فرد بيواجه السلطة، بقى مدرك حاجة جديدة، إن المجتمع دلوقتي بقى بين النظام الفاسد والتطرف الديني، وإنهم كمثقفين وفنانين يساريين بقوا بره اللعبة دي خالص، يقروا عنها في الجرايد بس هم مش جزء فاعل فيها. ويبان التوجه ده أكتر في آخر فيلم من خماسية حامد وإمام وعرفة، لما بيتحول عادل إمام لأول مرة من إنه فرد مع الناس لإنه إمام. وقبله وحيد حامد قرروا إنهم يكونوا مع النظام ضد التطرف. صحيح هم هيقودوا الناس ويهتفوا بس النظام ده بكل بلاويه ما بقاش ينفع يقع. شيء بيتقال صراحة في فيلم عادل اللي بعدها، فيلم ضعيف بس مهم عشان نفهم ايه اللي حصل. بيحكي عن رسالة بيحملها فارس من عصر محمد علي للحاضر، وفي أهم مشهد فيه بيلقي رسالة على الوالي، على حسني مبارك مباشرة. نحن شعب رشيد مسلمين وأقباط، نختلك بأن العدو على الأبواب، متربص بأرضنا، بحياتنا، بتاريخنا. بيطالبوا فيها ياخد باله ويحارب وإن كلنا معاه، لأن البديل لحسني مبارك هو التطرف الديني، إن تاريخ وهوية البلد دي يتمحوا زي ما بيظهر في الفيلم. رأيي إن عادل إمام من اللحظة دي بقى قرفان جدا، بدأ الحس العدمي يغلب على أفلامه أكتر من أي وقت قبل كده. بدأت كوميديا التحرش تزيد وضرب الناس على القفا يزيد، لحد ما تحول في الألفية من إنه كان شخص بيواجه السلطة زمان لأن هو السلطة دلوقتي. البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. أنا هرشح نفسي في مجلس الشعب. صح إنه فضل بيهلفت السلطة دي، كأنه بيتحول من العنف للسخرية، من مواجهة الواقع للتريقة عليه. بس الأفلام بقت بترسخ لأن مفيش حاجة هتتغير ولا حاجة بقى ليها معنى. حتى فلسطين وإسرائيل والكلام الكبير ده بقى موقفه هو نفسه موقف النظام، اللي هو ما بنحبش إسرائيل بس في معاهدة سلام لدرجة إن مظاهرة آخر الفيلم اللي بتهتف هتاف عام ومايع زي يسقط قتلة الأطفال، الأمن المركزي بيفتح لها السكة، رمزية واضحة للأمن اللي كان عادل إمام على الناحية التانية منه لسنين طويلة. دلوقتي مظاهرته في حماه، في حمى الدولة اللي خطابه بقى نفس خطابها، وده اللي شكل انحيازه من الغليان اللي كان بيحصل في الشارع من 2004. فبقى في صف امبارح مش بكرة، عكس ما كان طول حياته. متهيألي هو ده الخطر، هو ده اللي بيعمله الزمن في الناس. ولعلمك بقى انا كنت بمثل تراجيدي في الاول، ما كنتش بمثل كوميدي في الجامعه بالمره. تراجيديا بحته، وعملت حاجات لجان بول سارتر وانتون تشيكوف يعني، وكنت باخد الكاس بتاع الجامعه في الحاجات دي. شكرا حبيبي، كلك ذوق. ودي في رأيي اللحظة الوحيدة اللي عادل إمام بينهزم فيها طول تاريخه. مش هزمته بمعنى إن الأفلام هتموت، لأن الأفلام الحلوة بتعيش، والأفلام اللي بتضحك بتعيش، وعادل إمام ده هيعيش 1000 سنة كمان. بس كانت هزيمته فلسفية، هزيمة استقراءه وبصيرته عن البلد والناس. لأن الناس هم في الشارع، بص كويس هتلاقي فيهم أحمد بطل الإرهاب والكباب،
هتلاقي وسطهم يوسف المنسي وناصر النمر وصلاح الغرباوي وفارس بكر. بص، هتشوف إن الدنيا دايما ممكن تتغير. ويمكن مش بعرف أراوغ الصدفة والمعنى في إن آخر فيلم عمله عادل إمام في حياته نزل قبل الثورة بكام شهر، وإنه فيلم في نصه الأولاني على الأقل كان عن راجل عجوز بيبص على حياته القديمة اللي بتتداعى قدامه، خايف من النسيان ومن الجنون، وبيسائل معنى وقيمة كل شيء عاش عشانه. وبعد 2011 كان كل شيء بيتغير، وهو كان كبر، ما بقاش قادر يكون فكرة وموقف جديد ناحية كل اللخبطة اللي بتحصل دي. ما شفتش مسلسلاته فمش هعرف أتكلم عنها، بس الأكيد إن عادل إمام كان بينسحب بشويش، بيعتزل من غير إعلان بعد ما ساب عدد كبير من الأفلام العظيمة، وبعد ما بقى بلا منازع أهم واحد في تاريخ الثقافة الشعبية للبلد دي، وتعرفها الأول في أي بلد عربي. لما يبقى كفاية إنك تبدأ تتكلم مصري فيعرفوا إنك من بلد عادل إمام، ويقولوا لنا سلموا لنا عليه، فنهز راسنا ونقول حاضر، هنسلم لكم عليه.